الو، مساء الخير يا مدام، اهلا بيكي. معاكي مستر ايمن تدرس. يا مستر، انا ابني بيتوتر جدا قبل الامتحان وبيرتبك. ايه الحل في المشكله دي؟ دي مشكله كبيره جدا. طلبه كتير عندهم مشكله بيتوتروا قبل الامتحان، والامهات عندها مشكله كبيره جدا. انا عندي حل بقى. ايه الحل؟ طبعا الطالب بيتوتر لانه معاشي اجواء المباراه. عارفين اجواء المباراه؟ لما يكون لعيب كوره داخل يلعب ماتش دولي اول مره، يقول لك ده معاشي دولي، ملوش في اللعب الدولي. معناها ايه؟ معناها انه ما اتدربش. فعشان ابني يتعود على جو الامتحان لازم يتدرب ويحل امتحانات مش عاديه بنفس طريقه الامتحان اللي هيمتحنه. اسمعوا مني الطريقه دي. لو ابنك امتحانه بعد شهر، اديله امتحان شبه الامتحان بنقول عليه موك مرتين في الاسبوع، يعمل 8 مرات قبل الامتحان، تدريب زي الماراثون، يتدرب عليه، يحل زيه بالتايم نفسه. ابنك بعد كده هيحس انه ده شيء معتاد، انه هيعتاد الاجرام، هيعتاد الامتحانات، فبالتالي هيخش الامتحان هتقل نسبه كبيره جدا من التوتر اللي بيحصل له. طريقه سريعه وجميله وجربتها مع بنتي، جربوها مع اولادكم وابعتوا الفيديو ده لكل اصحابكم، علشان الناس كتير بتسال السؤال دوت وعايزين يعرفوا الرد. شكرا، كنت معاكم مستر ايمن تدرس.